من هو كلاوديو إتشيفيري هدف برشلونة وريال مدريد؟ السلام عليكم ورحمة الله. كلاوديو إتشيفيري هو لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب في نادي ريفر بليت الأرجنتيني، عمره 17 عام حاليا، يلعب في مركز الوسط المهاجم، قدمه الأساسية هي القدم اليمنى، وهو الآن طوله 171 سنتيمتر. ارتبط اسم إتشيفيري بريال مدريد، وبعد ذلك تم ربطه إعلاميا ببرشلونة أيضا، وأطلقوا عليه لقب ميسي الجديد. هذا اللقب الملعون الذي ما ارتبط به أحد من الشباب إلا وضاع في الطريق، وهذا لأن مجرد تشبيه لاعب ناشئ بأسطورة لا تكاد تتكرر يجعل الضغوط مدمرة على أي لاعب شاب، ويجعل المنتظر منه غير طبيعي وغير عادي، مثلما يفعل ميسي كل ما هو غير عادي. ولذلك بداية أنا لست مع هذه التشبيهات، لأنها أساسا غير صحيحة وغير منطقية، ولا يمكن أن يتطابق ستايل لاعب بلاعب آخر، ولو تطابق الستايل لن تتطابق المسيرة والقصة. كلاوديو إتشيفيري لا يشبه ميسي إلا في شيئين: الأول وهو قصر قامته، والثاني وهو ستايل جريه بالكرة، نفس طريقة الجري بتقارب الخطوات والأقدام، وذلك شيء عادي مع أي لاعب قصير تقريبا، مع تشابه في عداد السرعة ربما، لأن معدل السرعة عند إتشيفيري يشابه ويقارب سرعة ميسي بالكرة، وده شيء مميز جدا لصالح إتشيفيري. لكن مجرد أن إتشيفيري يلعب بالقدم اليمنى فهذا ينهي أي مشابهة بين الأسطورة وبين إتشيفيري، لأن القدم اليسرى مع هذه المواصفات هي سلاح فتاك لا يتكرر. إتشيفيري لاعب موهوب جدا جدا، ولكنه من فئة لاعبين لا يقبلون القسمة على اثنين، فإما أن يكون نجما عالميا أسطوريا، أو أن يعرف صغيرا وينسى كبيرا. هذا الستايل القصير القامة الضئيل الجسد والحجم إما أن يصبح استثنائيا بطوله الذي يقترب من 170 سنتي ومهاراته العالية وسرعته الجبارة، ويجد بيئة مناسبة ترعاه وتطوره، ويكون لديه العقلية الاحترافية القتالية للنجاح، وإما أن يسقط في طريق الوصول للنجاح لعدم توفر عوامل وبيئة النجاح. ففي عصر الكرة البدنية والقوة لابد أن تمتلك الذكاء والعبقرية إن كنت لا تمتلك القوة الجسدية والبدنية، وإذا امتلكت الذكاء والعبقرية ستكون مع ميسي ونيستا وتشافي ومودريتش وغيرهم من الأساطير الصغار الحجم الكبار في تاريخ كرة القدم. أطلت في المقدمة، ولكن الضجة حول ميسي الجديد إتشيفيري تستحق، فهو لاعب يملك السرعة الخارقة خصوصا بالكرة، فلو أمسك بالكرة بين قدميه وسبقه لاعب بدون كرة فهو قادر على الفوز في هذا السباق. لاعب يمتلك مهارات فردية في حالة الثبات واللا حركة، مثلما يمتلك المهارة من وضع الحركة والجري، ذكاء عالي بالنسبة لعمره في الملعب، والذكاء يظهر جدا مع كل تمريرة قصيرة أو طويلة، ويتضح مدى بعد نظره وقدرته على قراءة اللعب وتحضيره وتفكيره للخطوة القادمة. تمريرات مميزة جدا وتسديدات تصل للعبقرية، تسديدات تعتمد على الذكاء فقط في التوجيه والتكنيك، والقوة فيها لا تكاد تذكر. الحركية والخفة والرشاقة والمرونة الجسدية والتكتيكية مميزة جدا في إتشيفيري، ولد يصعب مراقبته فضلا عن إيقافه، فهو مثل الزئبق، وتجد أن أغلب من يواجهه يعجز عن إيقافه إلا بالأخطاء المتعمدة، مثل العرقلة أو الإمساك به للعجز عن مجاراة سرعته ومراوغاته. لاعب بلا شك يملك الموهبة الفذة بالنسبة لعمره، ولكن يظل رهان وتحدي كبير في عملية نقله للمستوى العالي وما تتطلبه من رعاية، ورؤيته يصل بمستوى لهذه المرحلة، وإن نجح سيكون له شأن عظيم في الكرة الأرجنتينية. قدرات وإمكانات إتشيفيري يمكن الاستفادة منها في أكثر من مركز، سواء الجناح الأيسر أو الجناح الأيمن أو وسط الملعب أو المهاجم الحر أو ما يسمى بالمهاجم الوهمي،
وأيضا صانع اللعب الكلاسيكي، ولكن أفضل مركز له هو صانع اللعب الكلاسيكي الحر الذي يكون مكلف هجوميا وتهديفيا أكثر من تكاليفه الدفاعية. فالمهارة والسرعة والذكاء والتمرير الدقيق بعيد النظر وغيرها من الإمكانات هذه يجب استغلالها في عمق الهجوم وبالقرب من مرمى الخصوم، وهي الإمكانات التي يجب أن تكون متحكمة في أبعاد الملعب وأجنابه أفضل من تحجيمها وعزلها واختزالها في مركز معين كجناح على الخط مثلا. ولذلك يجب منح الحرية الهجومية الكاملة لإتشفيري وتركه يستمتع ويمتع. هذه كانت مواصفات وإمكانات الموهبة كلاوديو إتشفيري. أما بخصوص مواصفات ومعايير نجاحه وتوافرها أو توفيرها فهذه يعلمها الله سبحانه وتعالى. وفي الختام هذا كلام تقبله أو ترفضه لكن باحترام. والسلام. لا تنسى مشاركة الفيديو مع الأصدقاء ودعم الفيديو بالإعجاب حتى يصل الفيديو أكبر قدر من الجماهير، وأيضا لا تنسى الاشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.